غريب جدا إن فيلم بيعتبر من كلاسيكيات السينما بيكون متاح للمشاهدة على المنصة الأشهر في العالم، لكن لما تعرف إن حقوق الملكية عند الأمريكان بتسقط بعد مرور 75 سنة من الإصدار الأول للفيلم مش هتستغرب أوي. حاجة قيمة جدا زي الفيلم ده لازم حتى على الأقل يدفع لها فلوس، أو حتى إنها تتحط في المتحف عندهم واللي عايز يتفرج يقطع تذكرة. بس يمكن الأمريكان أو خلينا نقول الألمان هنا استخسروا يعملوا حاجة زي كده وكأنهم قالوا إنها ملك للناس. ويمكن اللي ساعدهم في القرار ده إن الأفلام دي ما بقالهاش صاحب. منتجين وشركات إنتاج عدى عليهم 100 سنة وأكتر ما بقالهمش وجود خلاص، وما تبقاش غير بقرة فيلم قديمة جدا. وبالتطور التقني اللي احنا بنعيشه النهاردة نقدر نخليه يتشاف بصورة أفضل وأحسن مع الاحتفاظ بعبق الزمن. الفيلم الكلاسيكي ده لسه موجود على اليوتيوب لحد النهاردة، والعبد لله كانت عنده فرصة كويسة إنه يشوفه أول ما يلاقيه من قيمة 6 سنين تقريبا. فيديو مدته ساعة ونص، حاولت بصراحة إني أكمله للآخر، لكن للأمانة ما قدرتش أكمله وقتها لسببين اتنين. الأول إنه بطبيعة الحياة الفيلم صامت، وكان صعب إني أتفرج على فيلم طويل بالشكل ده. يعني صعب على الواحد يتعود على 15 دقايق من مقاطع شارلي شابلن اللي بتتعرض زمان في التلفزيون. والسبب التاني وده الأهم هنا، إنه كان نسخة كربونية لواحد من أشهر أفلام الرعب في العصر الحديث. وتكتشف بعد كده إن الفيلم ده ما هواش أصلي، ولكنه متاخد من رواية بريطانية اتعملت سنة 1897، ولأجل حقوق الملكية الألمان غيروا فيه شويتين. الرواية الأصلية عملها فرانسيس فورد كوبولا فيلم سنة 1992، يعني بعد حوالي 70 سنة من صدور الفيلم الألماني، واللي بعتبره على المستوى الشخصي أفضل فيلم رعب في التاريخ. واللي بصراحة شديدة ما فرقش تفكيري طول وقت مشاهدتي للفيلم اللي معروض دلوقتي، فأحداث الفيلمين تكاد تكون واحدة. سمسار عقارات بيروح لرجل ثري جدا في بلد بعيد عشان يبيع له قصر، وهناك بيكتشف انه مش بس مصاص دماء، لا ده كمان روح شريرة بتسيطر على كل اللي حواليها. روح اتمكنت من مرات السمسار قبل ما يتجوزها بسنين، ولما حصل الجواز كان كل شيء مترتب انه يكون صاحب وكالة السمسارة هو اصلا الخادم بتاعه. ولما يسفر الغلبان ده هناك يستفرد بيه حضرة الكونت ويحبسه قبل ما يشد الرحال على القصر، ويكون قريب بقى من حبيبة القلب اللي نادته بالغلط زمان في ليلة صفا. دي كانت تفصيلة بسيطة لأحداث فيلم شفته في برنامج زمان كان بيتعرض يوم الخميس بالليل على القناة التانية، ومخلانيش أعرف أنام بعدها لفترة مش قصيرة. ولما شفت فيلمنا النهاردة استرجعت أحداثه، بس ما عليك إلا إنك تغير في الأماكن وأسامي الشخصيات. إيلين المدام هي مينا المدام، توماس جوز المدام هو جوناثان جوز المدام، البروفيسور فون فرانس هو البروفيسور فان هيلسينج أكيد، وأورلوك هو دراكولا طبعا. وإذا كان الفيلم بتدور أحداثه في ألمانيا في بلد اسمها ويسبرج، فالفيلم الأصلي بتدور أحداثه في إنجلترا في بلد اسمها لندن. ومع تشابه الفيلمين اللي قدامنا بتكون عندك فرصة كويسة لعمل مقارنة تقيم العمل اللي قدامك وتسأل نفسك سؤال مهم: هل كان بنفس مستوى نسخة 92؟ هنا بقى نقدر نقول وبالفم المليان انه بنسبة 95% كان في اكتساح تام لروبرت إيجرز. صحيح مخرجنا الكبير قدم من وجهة نظري ملحمة سينمائية كان فيها مؤثرات بصرية خلابة بمقياس التسعينات، لكن الحق يتقال انه اهتم شوية بالسينما. الفيلم كان له ايقاع في التصوير والمونتاج، وحتى الموسيقى التصويرية اللي صاحبت احداث الفيلم حب وقتها انه يقدم لك نسق سينمائي بيقول فيه انا مخرج كبير وعندي تاريخ وهقدم اشهر قصة مرعبة في التاريخ زي ما انا عايز اقدمهولك. وده عكس اللي عمله روبرت إيجرز اللي اهتم بانه فيلم رعب في المقام الاول، واللي له حاجات ستاندرد من حيث الاضاءة الخفيفة والالوان الغامقة والمؤثرات البصرية اللي ما كانتش كتير بالمناسبة، واللي ما تتعداش مناظر المينا والقصر والبلد الألماني اللي في القرن 19. بيقولك نفسه اللي ما بنشوفلهوش هيئة على بعضها من كتر الضلمة اللي كانت عليه، ودي كانت من أهم العناصر اللي لاحظناها في الفيلم ده. حاجات نجح فيها إيجرز بنسبة 95%، إنما للأسف 5% الناقصة كانت من نصيب الحوار المسرحي والأداءات المبالغ فيها من بعض الممثلين بصراحة شديدة. ومع وجود ممثلين تقال وأسامي كبيرة شالت أفلام كسرت الدنيا السنة اللي فاتت واللي قبلها، بتتفوق الممثلة ليلي روز ديب وتقدم دور استثنائي خلتك تقول إنها بنت أبوها بصحيح، ودي حقيقة. بيجي بعد منها نيكولاس هولت وبعض المشاهد الرائعة جدا خصوصا في النص الأول طبعا. ويليام ديفو في رأيي إن الدنيا كانت ممكن تبقى أحسن، كذلك الأمر بالنسبة لإيرين تايلور جونسون.
ولكن الحوار المباشر من وجهة نظري كانت نقطة ضعف مش شوية. وانا من وجهة نظري ان الحاجات دي بعدت الفيلم شويتين على انه يكون من ضمن افلام الاوسكار ال10، لكنه على الاقل ضامن مكانه في قوائم الجوائز التقنية زي تصميم الانتاج والتصوير والمؤثرات البصرية والازياء. بيخلص الكلام ونيجي بقى للمعلم الكبير. بيل سكارسغارد كان عالمي جدا في دور المهرج، وقولا واحدا هو السبب الاول لنجاح فيلم إت من 8 سنين. هنا احنا ما بنشوفش وشه اغلب الوقت، وده ما كانش وحش بالمناسبة زي ما شرحنا قبل كده، وده تسبب ان حضوره ما كانش مريح، وده مطلوب جدا. هو بس كان حاضر بصوته اغلب الوقت اذا كان ده صوته فعلا. المشكلة هنا ان كل ما بيظهر بيجي في بالك على طول ناس تانيين، منهم بالتأكيد هقول جاري أولدمان، واللي كان شيء غير طبيعي في فيلم دراكولا. ولكن هقول كمان الممثل الألماني ماكس شريك بالإمكانيات البدائية اللي عفى عليها الزمن، بالصلعة والهيئة اللي اشتهرت بيها شخصية كان لها قدر مناسب من الرعب، وبقت رمز لأي مصاص دماء بيحترم نفسه. وخليني أقولك إني لما شفت الفيلم الأصلي خفت منه شوية، فكان سبب تالت إني ما كملش فرجة. آسف على طول.